اغلبيه ديال المبتدئين فاش يلاه كيبغي يبدا وكاله ديالو من طبيعه الحال كيبدا بواحد شايني اوبجيكت سيندروم. كيقول غادي نبدا ما غاديش ندير الاغلاط وغادي ندخل بزاف ديال الفلوس بحيث انني راني تقريبا عرفت كلشي الناس شنو خصها دير بحال باش انها تبدا وكاله ديالها. ولكن الغلط الكبير هو انه الجهل هو الوحيد اللي يخليك انك تقول لراسك باللي راك عارف كلشي بحيث انك راك عارف غير شويه. كنقول لك هذا الشيء حيتاش انا اكثر من 4 سنين وانا عندي وكاله، اكثر من 4 سنين وانا كنقدم خدمات، اكثر من 4 سنين وانا عندي تواصل ديريكت مع الناس اللي عندهم وكالات وتواصل ديريكت مع الناس اللي انا كنخدم معاهم، بحيث انني كنعرف الماركت تقريبا شنو فيه، وفي نفس الوقت كنعرف انني راه ديما خصني نغلط باش انني نقدر نزيد من هنا لقدام. وفي هاد الفيديو هادي جيت خصيصا انني نقول لك شنو هما 3 ديال الاغلاط اللي كيرتكبوهم الاعظم ديال المبتدئين فاش يلاه كيبداو، بحيث كيخليهم يلاهم يبداو ويحبسوا ما يكملوش، يعني كيفشلوا ولا كيلقاو بان الامور مابقاتش خدامه لهم بالطريقه اللي كيسحبت لهم هما، او انهم مين كيبداو كيتصدموا بواحد الواقع اللي توتالي ديفرنت على داكشي اللي كانوا كيتخيلوه على الوكاله الا بداوها هما. وهذا الشيء كنت كنشوفو كيطرا بزاف ديال الانتربرونورز اللي طموحين وباغيين فعلا انهم يدخلوا الالاف ديال الدولارات او غير الدولارات الاولين ديالهم اونلاين. دونت وري، انا نوريك دابا شنو هما 3 ديال الاخطاء اللي كيرتكبوا من اعظم ديال الناس اللي كيبداو الوكالات واللي كيخليهم انهم يديروا واحد السقوط اللي هو عظيم ماشي سهل. يس let's start with the first one. الغلط رقم 1 اللي كيديروا الاغلب ايجنسي اونرز في البدايات ديالهم هو عنده lack of clear niche. كتلقاه بادي ولكن عنده غموض كبير على النيش اللي خدام فيها، بحيث هادشي كيؤدي به الى ماذا؟ كيؤدي به لانه كيخدم مع بزاف ديال الناس، وهاد بزاف ديال الناس اللي كيبغي يخدم معاهم او كيخدم معاهم من طبيعه الحال الا ما كانش داكشي في الاختصاص ديالو ما غاديش يقدر يقدم لهم النتائج اللي هما غادي تساتيسفيهم او ساتيسفايد ريزولتس للكلاينتس ديالو ما يقدرش يقدمهم. وهذا الشيء اللي كيخليه يا ما يتخلصش من عند الفاينل كلاينت ديالو او انك تولي عنده باد ريبوتيشن في الماركت، وفي نفس الوقت كيبقعوا له بزاف د المشاكل بحيث انه باش يلاندي وان كلاينت كيخصو بزاف ديال الطرق ديال الاقناع، كيخصو بزاف ديال الخدمه وبزاف ديال ليفور، بالعكس بان الاختصاص في النيتش كان غادي يعطيه قوه. والحل لهذا المشكل هذا هو انك فعلا تختار واحد النيتش. علاش؟ انك تختار واحد النيش هادشي مع الوقت كيدي بيك الاول حاجه لانك كتعرف عليها اكثر، يعني كتعرف شنو هما المشاكل اللي فيها، شنو هما الحلول اللي تقدر تقدم للناس اللي هما في داك النيش، وهادشي كيرد منك اكسبرت بحيث ان الناس فيما كطيح في داك المشكل اللي عنده علاقه بالميدان اللي انت فيه، فبطبيعه الحال الحاجه الوحيده اللي كيفكروا فيها هما المختصين في داك الميدان اللي يحلوا لهم المشاكل ديالهم. وهنا على سبيل المثال الا ضراتك الدراسه ديالك ولا السنه ديالك فطبيعه الحال ما غاديش تمشي تفكر ليه في بلان بي، ما غاديش تمشي تفكر في شي حاجه اللي خارج اطار داك التخصص، غتفكرنيش في داك التخصص وغادي تمشي عند الطبيب ديال السنان بحال باش يقدر يوصلك النتائج اللي انت باغيها ويحيد عليك الالام اللي انت كتحس بها. الغلط رقم 2 هو الانكونسيستنت كلاينت اكوزيشن. الاغلبيه ديال الناس واخا كيبداو وكالات ما كتكونش عنده خطه واضحه اللي كتقدر تادي به انه يقدر يجيب عملاء. كتقدر انه تلقاه كيخدم على 70,000 استراتيجي باش انه يقدر يلاندي وان كلاينت، فمن طبيعه الحال هنايا راه ما غاديش تكون عندك واحد الجود فلو فين غادي تقدر تجيب كلاينتس ديالك. وهنا غادي نعطيك على سبيل المثال كتلقى بزاف ديال المبتدئين فاش يلاه كيبدا الوكاله ديالو كيصايب موقع، كيصايب انستغرام، كيصايب فيسبوك، كيصايب لينكدين، كيصايب ايميل، كيصايب مزيد من الامور، وفي نفس الوقت كيبغي يدير الكونتنت فيهم كاملين بحيث انه هو كمبتدئ واللي يلاه بادي ما عندوش اناف ريسورسز اللي يقدر يديرهم از انفستمنت في هاد البلاتفورمز كاملين. يعني هو كبدايه من الاول كيبغي انه يقلد بيج ماركتين ايجنسيز مثلا ولا البيج ايجنسيز اللي في الميدان، وهادشي ما كيعاونوش بتاتا بحيث انه كيضيع عليه غير اكثر ديال الوقت من انه الا مشى بالاحسن يتكونسونطرا في واحد الشانل ديال الكوميونيكيشن اللي يقدر يلاندي فيها كلاينتس، يقدر يجيب كلاينتس اكثر ويقدر يجيب نتائج احسن. وهنا غنعطيك على سبيل المثال انا مثلا الا مشيت خديت اختصاص ديال المقاهي، فمن طبيعه الحال غادي نلقى المقاهي ما كيخدموش بلينكدين، ما كيخدموش بالايميلز، ما كيخدموش بادر بلاتفورمز، كيخدموا مثلا غير بالسوشيالز، فيسبوك، انستغرام على سبيل المثال. فانا ما غاديش نمشي نصايب السوشيال ميديا اكونتس في كاع السوشيالز حيتاش لا نيش ديالي ولا النيتش اللي اختاريت انايا هي المقاهي، فانا غادي نمشي نصايب انستغرام وفيسبوك بيج وهما فين غنبقى نحط الكونتنت بحيث انني غادي نقدر نبروفي في نفس الوقت للناس اللي هما غادي نخدم معاهم بلي انني كنقدر نميتريزي هذا البلاتفورم، نقدر نعاونكم انكم تجيبوا بها كلاينتس، وفي نفس الوقت هي البلاتفورم اللي خصك من الاحسن انك تكومونيكي فيها على المقهى. على سبيل المثال الا كنتي باغي تجيب ليه مور كلاينتس، اون اجونس اللي تقدر دير لك 10 ديال المليون في الشهر فهي اون اجونس اللي غادي تقدر تجيب لها 10 ديال الكليان اللي غادي يخلصوك 10,000 درهم في كل شهر.
كيفاش نورمالي اغلبيه ديال الناس كيمشيو كيبغيو يديروا اس ام ام. ايه من حقك انك دير اس ام ام، ولكن ما يمكنش انك دير الماركتينغ عامه اللي هي كلمه كبيره بزاف. حاول انك تخصص لك في الكلاينت اكويزيشن، انك تعاون البيزنس يجيبوا كلاينت، ومن تحت الكلاينت اكويزيشن اختار شنو هي السكيل ولا المهاره اللي خصك تطبقها بحال باش تعاون داك البيزنس يجيب الماكسيموم ديال الكلاينت. فور اكزامبل الا مشيت عند مقهى بغيت نجيب له كلاينت فاوتوماتيكلي من احسن ميثود باش نجيب له كلاينت هي الادز هي الكونتنت. دونك المهاره اللي غادي نستعملها هي الادز ولا الكونتنت، ماشي نخدم الاس يو ولا الويب سايت. مثلا في بيزنس موديل اخرين غادي تحتاج اذر سكيلز. دونك حاول انك تختص في كلاينت اكويزيشن and you'll make much more money than everyone، حيتاش كتخلي البيزنس الاخر يدير الفلوس وفي نفس الوقت انت كدير الفلوس. المشكل رقم 3 واللي كيعاني منه الاغلبيه ديال المبتدئين واللي كتجيني لايك اتس انسين انك ما ديرهاش من الاول، بالعكس من الحوايج المهمه باش انك تبلدي الايجنسي ديالك هو انك ما كتبغيش تسمع لا. and you know what، الناس اللي كينجحوا في الايجنسي بيزنس موديل هما الناس اللي كيسمعوا الاكثر مرات لا، هما الناس اللي كيبغيو يسمعوا دائما لا. حيت whenever you go to a prospect فيما كتمشي عند واحد البوتنشال كلاينت and the most of agency owners كيسمعوا يوميا لا، سورتو اللي ناجحين. حيت لما سمعتيش لا اوتوماتيكلي يو ويل نيفر لاند ا كلاينت. وانا كنقولها لك ديما كليف ان شي واحد من يجي بيتشي لي سيرفيسز ديالك يقول لك لا. اوكي سو يو غات اندرستاند باللي البيزنس موديل كامله داير على الناس اللي كيسمعوا اكثر هي لا. غادي نمشي عند واحد البروسبكت غادي نقول له I can help you land more clients. They gonna tell me okay I'm not interested for example. ولا غيقول لي واحد الجيت كيبر no business owner ما كاينش هنايا. ولا غادي يقول لي واحد السيد لا the price is too high. هاد الاوبجيكشنز ولا هاد المشاكل اللي كتسمعوا كل نهار في البيزنس اللي عندهم علاقه بان الناس كتخوف ما تقدرش تمشي عند البيزنس اونر وتبيتشي عليه الاوفر ديالها. It's what making the other people with the other agency owners take the most out of the market. كيمشي هو وعارف بلي غادي يسمع الاولى والثانيه والثالثه and عنده الانسرز and he know how to answer and handle this kind of objections. Of course he lands clients and he satisfies them وكيبقاو ديما معاه خدامين. For me هادو هما التوب 3 mistakes اللي كيديروا الايجنسي اونرز باش يلاه كيبداو كيبغيو يديروا الفلوس. If you want to really make money take in consideration هاد الميستيكس اللي قلت لك دابا، حيت فريمون الا بدلتي الاجونس ديالك وخدمتي على 3 ديال الحوايج از البرايورتيز ديال الاجونس ديالك of course you're gonna succeed. The first fucking mistake as we told you باللي انك ضروري as an agency owners you should focus. خصك ركز لي في one niche and become an expert. And as you know باللي high paid people on earth الناس اللي كيتخلصوا بزاف الناس اللي معروفين بزاف غادي نقول لك for example سات مي واحد الاتليت اللي كيدير الجرا يجيك في سميتك شي سميه دابا let's say يوزن بولت. سات مي اتليت اللي كيدير البوكس you're gonna tell me فلويد ماي ويذر. غادي نقول لك سات مي واحد الاتليت مثلا اللي كيلعب بالفوت غادي تقول لي رونالدو. بات الا قلت لك قول لي شي اتليت كيديرهم بثلاثه of course كاين اتليت اللي كيديرهم بثلاثه ولكن he gonna never be known because حيتاش ما واعرش فيهم بثلاثه كاملين واعر اللي الدرجه. So you gotta focus and become fucking insane في حاجه وحده عند expert about it. The second one as I told you بلي ضروري خصكم تركزوا ليه في one mainstream channel or two باش انك تكومونيكي الفاينل كلاينت ديالك and to prove your fucking results. You gotta do this okay. And for me هادشي اللي كندير I'm focused on LinkedIn and of course emailing in order to get the fucking results. And the third stuff اللي مهمة بزاف I'm ready to take no's. Of course no is the first step to make money and the first step to get a client. شي اللي قال لك شي واحد لا you learn of course and the second one if you know the answer عارف راسك بلي غادي دير الفلوس because people when they say no of course راهم فهموك بعدا at least what you are trying to say to them. and فاش الناس كيفهموك شنو راك انت كتقول لهم اوتوماتيكلي كيعطيوك ديما insights. فاش كيقول لك لا just ask why كيعطيوك insights علاش لا ما بغاوش and you make your offer better way better and you come back to them hello I can help you sir. So do these 3 things and of course you're gonna win. Whatever agency on earth at the beginning they focus on one thing. Of course they're gonna come a lot of you they're gonna say لا وحنايا دابا راه بغينا نبداو اجونس وايتو سيرفيس جانا نقدروا نديروه. لا بدا بالناس اللي تقدر تعاونهم اوكي then من بعد وين تماستري انت الدومين ديالك تولي واعر فيه ولو خدامين معاك تيم and everything then do other things. نعطيك على سبيل المثال ارنولد شوانزينغر. هاد السيد هذا كان اكتر كان بادي بيلدر فور اكزامبل. من بعد من سال البادي بيلدين داز الاكتين من سال الاكتين مثلا ولا نظيفه داز مثلا للسياسه.
على سبيل المثال. This is how things happening. like ملي غادي يمشيو مثلا عند other artists اللي بداو بالموسيقى من بعد ولاو business owners، غادي نهضروا مثلا على the owner دابا ديال ميامي انتر ميامي تيم اللي هو دافيد بيكام، كان player then now he's a business owner but سالا الكارير في playing ديال الفوتبول. he's so fucking good at playing football now. so please consider this, and if you wanna really make money, avoid these three mistakes and come back to me وقول لي شحال درتي ديال الفلوس.